مساء الخير واهلا بحضراتكم حلقه جديده ومباشر مصر. في الحقيقه النهارده يعني اسمحوا لي اكون معاكم حلقه دسمه، حلقه هنتكلم فيها في موضوعات مختلفه. يمكن الجزء الثاني هنتكلم فيه عن موضوع الافكار الاستبداديه، ازاي ممكن بيتم خلق افكار مستبده، افكار متطرفه في المجتمعات. ويمكن ده شفناه من خلال يعني تواصل اجيال الجماعه الارهابيه منذ سنوات طويلة، وهذه الأفكار المستبدة المتطرفة وزي انها بيتم تطويعها من أجل تدمير المجتمعات وبتتغلغل في المؤسسات بشكل أو بآخر. هنتكلم على هذا الموضوع في الجزء الثاني. أما الجزء الأول ضيفي الكريم النهاردة اللي أنا بشكر طبعا بوجوده معانا دايما وتحليلاته المحترمة وقلمه المحترم. النهاردة هنتكلم على جزئين. أول حاجة تحليل لزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جنوب السودان بالأمس، وهذه الزيارة ولقائه برئيس جنوب السودان سيلفا كير. والجزء الثاني اليوم العالمي لتذكر قضية فلسطين أو القرار 181. كل ده هنتكلم فيه النهارده مع الكاتب الصحفي الكبير ورئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع استاذنا اكرم القصاص. منورنا النهارده. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اخبار حضرتك ايه؟ اهلا وسهلا. استاذ اكرم، استغل دايما يعني وجودك معايا. انت عارف في تحليلاتك وانا تابعت كتابات حضرتك على مدار اليومين اللي فاتوا قبل الزياره وبعد الزياره. حضرتك بتقول انها زياره هامه، زياره تاريخيه، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجنوب السودان. كيف يراها الكاتب الصحفي أكرم القصاص؟ طبعا مصر يعني اعتقد مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي اعاد بناء الاستراتيجية المصرية الطبيعية لافريقيا وبناها الحقيقة بشكل محترم ومحترف بشكل كبير، لانه مفاتيح مصر في افريقيا ومفاتيح افريقيا في مصر، ومصر دايرتها الافريقية في غاية الاهمية زي الدائرة العربية والاسلامية. وسياسة مصر الخارجية في أفريقيا سواء أثناء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي أو بعدها، والحقيقة كانت الدورة دي بشهادات دولية وإقليمية كانت في غاية النشاط وفتحت كافة الملفات. جنوب السودان وجمهورية السودان دول أشقاء اللي هو الأمن القومي والبعد القومي والاقتصادي وغيره، لكن الحقيقة انه هنبص في دايرتين. الدايره العامه اللي هي مصر واستراتيجيتها في افريقيا، ان افريقيا بعد تجاري واقتصادي وسياسي، بالاضافه الى انها مهم قضاياها تبقى مطروحه، والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يثير فكره تدعيم الدول الوطنيه، التدخل لحل الخلافات والحروب الاهليه والصراعات داخليا اكثر منها، لانه دول العالم مشغوله بنفسها. وفيما يتعلق بالسودان احنا شفنا في مناورات مع جمهورية السودان، وفي دعم حقيقي طبي، وفكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم مبادرة الحقيقة بعد نجاح 100 مليون صحة في مصر، قدم مبادرة 100 مليون صحة لعلاج مليون أفريقي. دي استراتيجية عامة ومستمرة، وطول الوقت كانوا ناس كتيرة يقولوا فين مصر من أفريقيا؟ ليه تخلت خلال العقود اللي فاتت؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي استعادها بقوة، واستعاد فكرة التبادل التجاري، تبادل الخبرات، تدريب الكوادر، تقديم المعونة والدعم في الوقت اللي العالم كله مشغول بمكافحة كورونا ومنكفئ على نفسه. جنوب السودان احنا عارفين ان هي استقلت في 2011، شهدت حرب أهلية الحقيقة من 2013 لحد 2017. تم اتفاق سلام برعاية دول كثيرة وتدخلات ومساعي من مصر ودول مختلفة دعمت فكرة المصالحة. اتعملت المصالحة واتفقوا على حكومة وحدة وطنية 2020. ده يعني ايه؟ جنوب السودان الحقيقة عندها طبعا 3 مشاكل: عندها كورونا، عندها مشكلة انخفاض أسعار البترول، عندها الفقر الشديد اللي بيصل إلى 70%، بالرغم أنها دولة بترولية وتأتي في مرتبة مهمة جدا. مصر شايفة أنه العالم منكفئ على نفسه وكل واحد مهتم، لكن مصر الحقيقة كدائرتها الأفريقية بتضع نفسها في ده، والرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف عن طرح الأفكار وطرح المبادرات. مصر في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحديثه هناك ومباحثاته كان حريص جدا على تأكيد فكرة ان مصر بتدعم جنوب السودان، وان هم اشقائنا، وان هم بعد قومي وامن قومي لينا، بالاضافة الى انه مصر مع مبادرات زي ما قلت مع تدريب الكوادر العسكرية والكوادر الاقتصادية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انه القطاع الخاص والقطاع العام والقطاعات المختلفة تدخل الاستثمارات، لانه مفيش استثمارات اجنبية بتدخل. الاستثمار الاجنبي لا دين له الا انه يكسب، لكن احنا بنتكلم دايما مصالح استراتيجية. في مصالح مشتركة وان الاقتصاد يشتغل، لكن كمان
تأهيل البنية الأساسية في جنوب السودان، طرق وكهرباء وغيره. مفيش كهرباء ومفيش الزراعة بدائية جدا. كل ده الحقيقة مصر في اعتبارها، وبالإضافة إلى تعاون مصر قالت احنا بنقدم كل حاجة ودعم للأشقاء في جنوب السودان زي جمهورية السودان بالظبط، وازاي العلاقة في مشاكلهم، في طالعين من ترتيبات سياسية. صح. كل ده الحقيقة جزء من استراتيجيه مصر بشكل واضح، والرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته قال احنا بندعمهم باقصى درجه، هنقدم كوادر، هنقدم، بنشجع القطاع الخاص على الاستثمارات. بدات في فعلا استثمارات في مجالات البترول ومجالات توليد الكهرباء بالطاقه الشمسيه هناك في جنوب السودان. في شركه مصريه بتشتغل، في شركات مقاولات بتشتغل في تاهيل الطرق الرئيسيه، لانه لا استثمارات بدون طرق وكهرباء وطاقه، فمصر بتساعد في ده. وجنوب السودان الحقيقه ابدت يعني تعاونها بشكل كبير واستعدادها لفتح افاق مختلفه، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. واحنا عارفين انه جنوب السودان او جمهوريه السودان كلاهما بعد قومي حقيقي وامن قومي، فيه مصالح اقتصاديه وتجاريه، وجنوب السودان فيها مصادر مختلفه جدا وثروات هائله تحتاج الى استثماراتها حتى تعود وتقلل البطاله وتقلل الفقر فيما يتعلق بهذا الامر. خليني قبل ما اروح لليوم العالمي للتضامن مع القضيه الفلسطينيه، او يوم 29 نوفمبر اللي بيتكلم فيه على دايما قرار 181، اديني منشط كده لزياره الرئيس لجنوب السودان، وبعديها نخش على اليوم العالمي اللي تبنته طبعا الامم المتحده وهنتكلم فيه بشكل. استراتيجيه مصر الافريقيه في جنوب السودان، الدعم المباشر، الشراكه الاقتصاديه والسياسيه، والابعاد القوميه والاقليميه المختلفه، والمصالح المشتركه. واحنا عارفين انه اثار الرئيس فكره جنوب السودان كجزء من النيل وسد النهضه واثيوبيا، ومصر طول عمرها وموقفها واضح جدا مع انه الدول تستفيد وتستثمر وتعود عليها العوائد الاقتصاديه دون ان تضر بمصالح الاطراف المختلفه. احنا عارفين ان جنوب السودان وجمهوريه السودان ومصر اطراف واضحه مع دول حوض، يعني اقدر اقول يا استاذ اكرم اشقاء ومصالح مشتركه. رسائل واضحه جدا الحقيقه وجهها الرئيس في هذه الزياره، ومفاتيح مصر موجوده، واظن هذه الرسائل واضحه في كافه الاتجاهات. خلينا نروح برضو، لان النهارده يوم لا يقل اهميه عن امس. امس هي زياره تاريخيه، اول رئيس مصري يزور السودان بالزبط. جنوب السودان. النهارده اليوم العالمي للتضامن مع القضيه الفلسطينيه. احنا عارفين على مدار سنوات طويله ومصر تضامنها وليس تعاطف، انا اتحدث هنا عن تضامنها مع الاشقاء الفلسطينيين طوال سنوات طويله، من حتى قبل حرب 48، من قبليها. ده صحيح. 29 نوفمبر كل سنه الامم المتحده خلاص تبنت هذا اليوم للاحتفال به. حتى جامعه الدول العربيه النهارده كان في كلمه للسيد احمد ابو الغيط رئيس جامعه الدول العربيه، الامين العام لجامعه الدول العربيه، عشان يذكروا العالم بالقرار 181 الخاص بقضيه فلسطين. هتتحل القضيه؟ قضيه فلسطين قضيه العرب الاولى وقضيه مصر بدرجه اساسيه، والحقيقه انت اشرت للدور المصري. يعني اعتقد انه تاريخيا ووثائقيا وتوثيقيا مصر قامت بدور مهم جدا، يعني ده باعتباره واجبها وجزء رئيسي شعبيا ورسميا. حضرتك شايفه انه واجب على الدوله المصريه؟ طبعا القضيه الفلسطينيه قضيه مصر وقضيه العرب، واحنا شفنا قد ايه هي فيها تفاصيل كثيره الحقيقه وخلافات كثيره ادت لازمات ومشكلات في السياقات السياسيه. ربما بعض الناس بيحكموا على فعلا قرار التقسيم مثلا 47 وازاي رفضوا العرب ومصر دخلت، واظن انه 23 يوليو ثوره 23 يوليو قامت بعد الهزيمه في فلسطين، وكانت جزء من انعكاس على ده. والضباط الاحرار التقوا في الفالوجه في فلسطين، جمال عبد الناصر وزملائه، واعتقد انه كانت واضحه جدا دور مصر سواء في كل العهود حتى قبل 23 يوليو، ولكن صح. يمكن بعد 23 يوليو والنهضه المصريه ومشروع جمال عبد الناصر لبناء الدوله المصريه الجمهوريه، يعني كان في سياقات مختلفه. مصر كان لديها طموحات تنمويه هائله، طموحات اقتصاديه هائله، وفي نفس الوقت تبنت فكره القوميه العربيه وانه القضايا الرئيسيه العربيه، وكان الرئيس جمال عبد الناصر لديه احلام فيما يتعلق بالوحده العربيه وغيره. صحيح واجهت عراقيل وواجهت مشكلات، لكن ظلت حلم. اعتقد انه العرب النهارده بيفكروا فيه بيقولوا يا ريت
قرار التقسيم في بعض الناس يعني باثر راجع يقول يا ريت كانوا العرب وافقوا على قرار التقسيم وقتها. لا يمكن الحكم على قرار تاريخي او قرار وقتها بالوقت الحاضر. صح. ربما احنا بنفكر بشكل مختلف. فيما يتعلق بمصر، فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، اعتقد انه مصر اكبر دوله عربيه قدمت، والحقيقه هي التي حاربت كثيرا، واظن ده مذكور يعني فيما يتعلق ازاي خسرت قد ايه، وازاي انه 67 او 56 او لا هي مش مصر حرب بس على فكره، هي مش أو موضوع مش 73. مصر او الحرب. انا عايز ارد على الناس اللي هي حتى بتشكك وتقول لك ان الحراك الشعبي والكلام ده كله. خلينا نرجع بالذاكره ونفكرهم ايام النادي الاهلي مثلا، اما راح لاعب هناك في فلسطين وكان الملك فاروق هدده بالشطب وبالغاء النادي وطلعوا باسم مزدوج مختلف، نادي النجوم، حضرتك فاكر وفازوا طبعا عشان الناس يمكن مش فاكره الموضوع ده. ده صحيح. لا كمان هو شوف، هو مصر يعني قصدي شعبيا ودوليا، طالما انت دوله كبيره يجب ان تتحمل، بمعنى انه مصر هي اكبر دوله، لان هناك تشكيك شديد. ده تشكيك الحقيقه. التاريخ يعني التاريخ ما بيتوقفش عنده كتير. يعني بمعنى ايه؟ انت كدوله كبيره ودوله اعطيت كثير، طبيعي انه توجه لك الانتقادات. بمعنى ايه؟ يعني دايما يقولوا هم سايبين فلان وفلان وماسكين في مصر. لا، مصر هي الاكبر. مصر هو الجيش الحقيقي والجيش الاكبر في المنطقه. لا ننكر بالمناسبه ادوار الدول العربيه في قضيه فلسطين، يعني عشان برضو نكون منصفين. كل الدول العربية باختلاف أنواعها قدمت للقضية الفلسطينية. بعض الدول قدمت المال، بعض الدول قدمت دعم، ولكن خليني أقول أنه إذا رجعنا مثلا كل المحطات الرئيسية فيما يتعلق بقضية فلسطين، سنجد أن مصر كانت صاحبة السبق في هذا الأمر. منظمة التحرير الفلسطينية. طب ممكن نقف عند منظمة التحرير الفلسطينية، لأن ده ما ينفعش أقطعك فيها، ولأن ده دور كبير. أنا عارف إنك هتسرده. إحنا بس معانا تقرير. معانا لقاء مع زميل الاذاعه الاستاذ حسام حمدي، وهو مدير عام اذاعه فلسطين. هناخد التقرير وبعدين هرجع لحضرتك تقول لي منظمه التحرير الفلسطينيه طبعا، وهذا الدور الكبير اللي هذه المنظمه يعني، وكان على راسها الراحل ياسر عرفات، وايضا من ضمنها صائب عريقات الله يرحمه طبعا. يعني كان ناس كثيره، وحنان اشرف. يعني لو هنقعد نسمي يعني هذه الاسماء اللي جت تاريخيا، بس نروح للقاء الزميل حسام حمدي الاذاعي المحترم مدير عام اذاعه فلسطين، ونعود للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص رئيس تحرير تنفيذي لليوم السابع، وحوار حول اليوم العالمي لقضيه فلسطين. خليكم معنا. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. 60 عام تعمل إذاعة فلسطين لصالح القضية الفلسطينية ولصالح الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يتلقى من إذاعة فلسطين بالصدفة 60 برنامج 60 برنامج تقدمهم إذاعة فلسطين للشعب الفلسطيني عبر هذه الإذاعة التي أطلقها الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر يوم 29 أيضا من شهر أكتوبر عام 1960. بمعنى أن هذه الإذاعة أطلقت لصمود الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه. إذاعة فلسطين من القاهرة يعمل بها عديد من المصريين والفلسطينيين معا. الفلسطينيين يأتون إلى هنا ليعبروا عن رأيهم في مظالمهم وفي قضيتهم العادلة، وبالتالي هنا نعمل جميعا كمقدمي برامج وكمذيعين وكمحررين مصريين لصالح القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. أوجه إلى العالم رسالة حب
وتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأدعو العالم أجمع كي يقف بجانب هذا الشعب المناضل الذي قضى أكثر من نصف قرن في يعني قضية عادلة بكل المقاييس. وجه نداء إلى كل محب السلام في العالم إلى مناهضة الاحتلال ومساعدة الفلسطينيين للوصول إلى حقهم. اهلا بحضراتكم مره تانية معانا على الهواء مباشره. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن المسانده الشعبيه. لو هنتكلم برضو كان في مسانده فنيه، يعني مثلا السينما المصريه اتكلمت بشكل كبير عن القضيه الفلسطينيه، يعني مثلا زي فيلم فتاة من فلسطين مثلا عن تأليف عزيزة أمير وإخراج محمود ذو الفقار، في أفلام زي أرض السلام، في الله معنا مع فاتن حمامة، في أرض الأبطال، يعني في أفلام كتيرة قوي. يعني من كل ناحية أستاذ أكرم كان في دعم لهذه القضية ودعم بشكل كبير. حضرتك كنا بنتكلم عن منظمة التحرير الفلسطينية، قلت لحضرتك أنا هقف عند هذا العنوان طبعا. وقلنا قولها لنا بالتفصيل ودورها في هذا منظمة التحرير الفلسطينية تشكلت سنة 1964 في مايو 64، ومصر دعمتها بشكل كبير. كان قبل ما يتولاها الرئيس ياسر عرفات، وهو زعيم مهم جدا في تاريخ الحركة الفلسطينية، وبعد رحيله الحقيقة تأثرت الحركة الفلسطينية. يعني خلينا نقول انه تولي ياسر عرفات وبعد 67 وفاكرين انه حصل صدامات في الأردن، ولجأ يعني المؤتمر القمة اللي الرئيس جمال عبد الناصر توفي في أعقابه كان من أجل إخراج الفلسطينيين وحمايتهم في الأردن بعد ما سمي بأحداث أيلول الأسود. بعد كده راحوا بيروت وشفنا الاجتياح و82. لو احنا رجعنا طبعا شارون ودمر وحاصر بيروت وحاصر قصر الرئاسة في بيروت، كان من اجل اخراج المقاومه الفلسطينيه، وخرجوا الى تونس وخرجوا بسلاحهم. والحقيقه احنا لو شفنا توثيق لهذا الامر، مصر لعبت دور، برغم انه مصر وقتها كانت ما تزال خارج. يعني احنا فاكرين انه بعد اتفاقيه السلام حصلت مقاطعه والجامعه العربيه راحت تونس ومثل ذلك، كنا لسه كانت خارجين لسه مصر من الموضوع في 82. ومع ذلك باعتراف الرئيس ياسر عرفات كان دائما يقول ان مصر هي اصدقائنا. يعني بيقول انا ما لقيت الدنيا راحت وجات وبداوا يضغطوا عليه والامريكان وفيليب حبيب، دي تاريخ. قال انا كلمت اصحابنا في مصر فتدخلوا فهنخرج كذا ونظموا هذا الامر بشكل كبير. كان الرئيس ياسر عرفات يقول انه دول كثيره عربيه وغيرها لها مجموعات داخل فلسطين الا مصر تدعم القضيه الفلسطينيه بشكل رهيب. رئيس ياسر عرفات ومصر من البدايه حرصت على انه منظمه التحرير بتضم فصائل وبينهم اختلافات، وكانت صيغه يعني اما ما نشوفها في ظل القضيه الفلسطينيه كانت صيغه معقده جدا، ميليشيات مختلفه وشمال ويمين وغيره. وكان في بعض الناس بيعملوا لصالح ضد القضيه الفلسطينيه. مصر طول الوقت كانت بتدعم القضيه كامله ومع وحده الفلسطينيين. ولو شفنا انه 2006 لما حصل الصدام مصر سعت كثيرا لعقد مصالحه وان ما يبقاش في دولتين، واسرائيل من مصلحتها انه الفلسطينيين يبقوا متفرقين. الرئيس ياسر عرفات حرص على ده ومصر حرصت على ده منذ البدايه حتى الان. يعني احنا مصر النهارده طول الوقت موقفها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاجهزه المصريه والدوله المصريه والخارجيه المصريه بترعى المصالحات، واظن ان توصلوا لاتفاقات وان كانت لم تتحقق الا انها امتصت كثير من التوترات. وكان انت كنت بتشير لفكره المزايدات، وطبعا طول الوقت في مزايده على مصر، لكن الحقيقه الاطراف المعاديه او الاطراف المختلفه بتسخن الاوضاع وتقول اصل ما بيعملوش. يا فندم ما فيش حد الجيش عمل. المصري كان اول من دخل من اجل تحرير فلسطين، اول من خطط، هو اول جيش خطط اقدامه على غزه. ثورة 23 يوليو حضرتك يعني بعد اللي حصل في الهزيمة، ثورة 23 يوليو كان من ضمن أسبابها الهزيمة في فلسطين واستعادة وتقوية الجيش المصري وإقامة جيش وطني قوي. يعني أنا قصدي إن مصر ضحت يعني بالغالي والنفيس. أنا مش بننكر، إحنا مش فكرة شوفينية، إحنا مش بننكر، ولكن زي ما أنا قلت الأكبر دائما بيتلقى النقد ويتلقى الأكثر من المدح، لكن هو في جزء مزايدات وفي جزء ماذا فعلوا. طب ليه المزايدات يا استاذ اكرم؟ وجهه نظر خلينا نقول بصراحه انه اصل التاريخ فاضح انه الشعب، انا قلت انه رسميا وشعبيا طول عمر مصر كانت مع القضيه الفلسطينيه،
وطوال الوقت وفي تيارات حاولت سرقه هذا الامر. يعني خلينا واضحين انه في تنظيم الاخوان الارهابي طول الوقت في ضمن الدعايه وفي صراع، يعني رجب طيب اردوغان في تركيا يحاول ان يصور نفسه انه داعم القضيه الفلسطينيه وهو له علاقات عسكريه واقتصاديه وتجاريه مع الكيان الصهيوني. ايران حاولت ان تلعب دور أشكرك الحامي. على هذا التنويه، لان ده مش تضاد. ايران حاولت ان تكون الحامي وده جزء علاقات. اللي هو بيقول بيتاجر بالقضيه. هناك كثير من الاتجار بالقضيه، والحقيقه الفلسطينيين دفعوا ثمن هذا الاتجار. عليهم بايه؟ في اطراف بتستفيد، في اطراف بتستفيد دعائيا، في اطراف تزعم. يعني اردوغان المركب بتاعته اللي اتضربت ولم يعتذر الاسرائيليين ولم ينبش ببنت سفا ببنت شفا تجاه الاسرائيليين، وفي تعاون عسكري وتصنيع عسكري وجزء من الطائرات اللي تصنع اجزاء منها في تركيا بتستخدم في قصف الشعب الفلسطيني. لأن الشعب الفلسطيني برضو خلينا نقول ان مصر بتنظر للقضيه ازاي. الشعب الفلسطيني ده شعب فقد ارضه، تم تهجيره قسريا، تم طردهم من منازلهم ومن بيوتهم ومن اراضيهم. فمصر استجابت كثيرا جدا لفكره انها تدعم وحده الفلسطينيين، وانه مهما تغيرت السياسات، لان بعض الناس يقولوا ايه، ما هو ياسر عرفات بدا بالكفاح المسلح لو احنا فاكرين في 70 ثم في غيره في 75 بدا يعلن استعداده لانه يدعم فكره الدولتين والدوله الديمقراطيه. طب هل تتوقع يا استاذ اكرم بعد السنين دي كلها ممكن نحل؟ ثم اوسلو وغيره. انا معاك، هي تتحل اوسلو حتى اسس واطر، ولكن عدت سنين ولا حاجه بتتحل. انا النهارده شايف القضيه الفلسطينيه حلها بان يذهب الفلسطينيون معا لاي مفاوضات. انت عارف انا قصدي ايه؟ انا عندي النهارده دول عربيه قامت بالتوقيع مع اسرائيل على اتفاقيات سلام، حضرتك فاهم قصدي ايه؟ طبعا. انا اتحدث هنا عن تاريخ مغاير لما كان بعد معاهده السلام مع حضرتك. مع لو انت لو 79. عاوزين نستعيد الامر، هناك تحولات مختلفه. مصر حينما ذهبت الى اتفاقيه السلام وهناك اختلاف واتفاق حول هذا الامر، واظن انه الرئيس السادات تم اتهامه في دول الرفض وخرجت وغيره. جزء من هذه الدول ذهب الى مفاوضات السلام بعد سنه 91 بعد تحرير الكويت لو احنا فاكرين، في وجود جورج بوش الاب، ثم بعده كلينتون وحصل اوسلو وحل غزه اريحه اولا، وذهب ياسر عرفات الى الضفه وبدا يحكم، وان كان اسرائيل لم تنفذ. وسمعنا كثيرا عن تحريك عمليه السلام، تنشيط عمليه السلام، وبدا ان عمليه السلام نفسها في الانعاش يعني طوال الوقت. فالحقيقه انه يعني هذا الامر مهم جدا ان احنا نبص له في سياقه التاريخي، بمعنى انه في تحول حقيقي في السياسه. الرئيس ياسر عرفات مد غصن الزيتون، كان يرفع البندقيه غصن الزيتون طول الوقت، ولم يكن الفلسطينيين ابدا ضد فكره انه يبقى في حقوق، لكن حق واضح، حق دوله، حق الشعب الفلسطيني في تحديد مستقبله وفي تحديد مصيره. اليوم هل في حق ممكن ياخدوه الفلسطينيين؟ في تحولات كثيره اعتقد انه ادت الى تراجع القضيه الفلسطينيه في الاهتمامات العالميه، واظن جزء منها طبعا جزء منها ربما الصراع الذي وقع في 2006 وشق صفوف الفلسطينيين. يعني هل هناك من لا يريد حل القضيه الرئيس ياسر عرفات كان يعتبر وحده الفلسطينيين خط احمر لا يجب انت قلت كلمه بين المختلفين. يعني هل هناك من لا يريد حل القضيه الفلسطينيه؟ طبيعي ان يكون في اطراف. حضرتك قلت ان الرئيس الراحل ياسر قال لك خط احمر. ايوه، بس النهارده مش خط احمر. لو احنا فاكرين انه بعض الناس لما راحوا بعد كده بعد في مدريد ثم اوسلو ثم المفاوضات السريه ثم توقيع الاتفاقيه وعوده الرئيس ياسر عرفات، ثم جت بعد كده كامب ديفيد الثانيه اللي هو رفضها الرئيس ياسر عرفات، ومصر دعمته في هذا الامر بالمناسبه. لانه كانت تداعي اهم حاجه حقوق اللاجئين، لانه في كثير من الحلول، واحنا سمعنا عن صفقه القرن انه يدي تعويضات ويدي جنسيات للفلسطينيين فيذوب القضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينيه حيه بالفلسطينيين، بالتراث الفلسطيني، بالشعر، بالاغاني، بالتراث الشعبي. الحقيقه في مصر وفي كل الدول احنا عارفين قد ايه احنا الاهتمام وقد ايه كان مصر حريص على هذا الامر. واذا احنا بنقول في اتفاقيات، لكن فكره التطبيع الشعب المصري عنده ادراك فطري تجاه هذا الامر، انه لا يوجد تطبيع دون حلول سلام حقيقي ودوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه
والحقوق الكامله للشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين، يعود او لا يعود هذا حقه، ما ده حل ومن حقه ان سياسي، ده يعود. حل ليس في يد الشعوب. يعني ايه؟ انا النهارده يعني مثلا احنا عملنا هنا ليله فلسطين، وانا شرفت ان انا كنت مذيع فيها، وكان معايا سفير فلسطين في الجامعه العربيه، وكان في مطربين فلسطين والكلام ده. ولكن اليوم نحن نتحدث عن هذه القضيه الفلسطينيه التي نريد لها حل. الحل هو حل طويل المدى. طب ممكن نروح وخلينا لرفع نقول الاذان حسب لما توقيت نتكلم- القاهره، وبعديه ارجع تاني تمام. للكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص، لان الموضوع لازم نشوف له حل النهارده ان شاء الله، ونتكلم على هذا الموضوع بعد رفع الاذان. اهلا بحضراتكم مره تانية. بنتكلم عن اليوم العالمي للتضامن مع القضيه الفلسطينيه، يوم 29 نوفمبر تبنته الامم المتحده لتذكير الناس بالقرار 181. اتمنى يجي يوم 29 نوفمبر 2021 ونقول تم حل القضيه الفلسطينيه. يمكن هو ده السجال اللي كان داير ما بيني وما بين استاذ اكرم القصاص، بقول له ان في بعض الاشخاص مش عايزين يحلوا القضيه او هناك من لا يرغب في حل القضيه الفلسطينيه، وبقول له هل الحراك الشعبي حاجه والحل السياسي حاجه يا استاذ اكرم؟ فهمني. طبعا يعني خلينا نقول انه خسائر القضيه الفلسطينيه بسبب تدخلات خارجيه، ودائما مصر بالمناسبه، وانا قلت الكلام ده قاله رئيس ياسر عرفات سواء في علنا على فضائيات او في وثائقيات او في كتابات كتبت عنه. في كتاب مهم جدا عن ياسر عرفات عمله حد اسمه ألان هارت، هو قال انه مصر هي الدوله الوحيده التي ليست لها جماعات او ميليشيات تابعه لها داخل الفلسطينيين. كان في ناس بتمولهم هذه الدوله او تلك او ذاك او غيره، لكن مصر ما كانش ليها. مصر كانت مع القضيه الفلسطينيه. انت بتقول الحراك الشعبي، ربما الكفاح المسلح احد ادوات التغيير الحقيقيه، ده صحيح، ولكن لو اكتشفنا انه القضيه الفلسطينيه كسبت كتير جدا بعد انتفاضه الحجاره الاولى التي استمرت، وجه بعديها صحيح حرب العراق والكويت الاولى، وحصل مدريد ثم ما تلاها والدوله الفلسطينيه. الانتفاضه الثانيه ادت دور. يمكن الانتفاضه الاولى كان ياسر عرفات، وحصل بعدها اغتيالات لابو جهاد وابو الهول وغيره اللي كانوا زعماء هذه الانتفاضه. أيوة. لكن كانت الانتفاضه موحده باسم فلسطين. موحدة. ما كانش في حاجه اسمها حماس وفتح. حركه فتح هي الحركه الرئيسيه داخل نواه منظمه التحرير الفلسطينيه، ولكن الفئات المختلفه وكانوا في اختلافات، لكن كان في نوع من الديمقراطيه في اداره المنظمه. وكان ياسر عرفات حريص جدا على هذه الوحده، لذلك الاسرائيليين ربما اطاحوا به، وبعض الجماعات ذات الصبغه الدينيه اللي ظهرت بعضها اسرائيل كان وراءها لشق صف الفلسطينيين. فانتفاضه الحجاره برغم انها كانت انتفاضه مدنيه، العالم كله لو فاكرين محمد الدره، العالم كله انتفض على صوره طفل وابوه اللي بيتقتل وغيره وخلف البرميل وما استشهد، وازاي كان بيتضرب وهو بيستنجد. انا كان ليا شرف والله، سجلت معاك في الحقيقه ان اسكندريه. الصور دي والد لما كان هنا الحركه الفلسطينيه الديمقراطيه المدنيه هي التي انتهت بالنتائج على الارض. حضرتك بتقول لي في اطراف بتكسب مكاسب ضيقه. طب ما كده معناه اقليميه بتحاول ان تربح من القضيه الفلسطينيه. طب ما كده معناه ان طول ما يعني هناك شق في المجتمع الفلسطيني ما بين بعض الميليشيات وبعض الحركات يبقى كده لن تحل هذه القضيه. وحده الفلسطينيين هي الخط الاحمر اللي حافظ عليه ياسر عرفات، ما هو حافظ عليه الراحل ياسر عرفات. ومصر بالمناسبه استراتيجيتها ده. ومصر طول الوقت بتسعى لرأب الصدع بين الاطراف حرب، وان انتوا يجب ان تذهبوا. اصل اذا كان عدوك شايفك متفرق، ده اسرائيل احيانا بتدعم هذه الفرقه، بتدعم بعض التيارات بدول مختلفه تتلاعب بالقضيه النهارده، وكل دوله عاوزه تلعب دور. طب يعني ما اقدرش اقول ان اسرائيل ممكن تبقى مثلا النهارده في 2021 عايزه سلام. ما اقدرش اقول ان هي ممكن خلاص بقى تعبت من كتر بقى هذه الحرب يعني وهذه يعني انت عارف كل الناس بتهاجمها من اجل ما اعتداءاتها المتكرره على فلسطين. دولة يعني دولة استعمارية، وكانت نتاج التقسيم والاستعمار ودعمت بشكل كبير، وهناك جماعات تقصد الدور الذي تقوم باسرائيل لانها دوله دينيه، وتنظيم زي الاخوان ما هو ظاهر مع اسرائيل، وكلاهما اسرائيل والاخوان المسلمين هم الذين شقوا هذه المنطقه دينيا على الاقل في صراعات تكفير ده ومنع ده، لان دي دوله يهوديه، دوله قائمه على اساس ديني فتدعم. ليه داعش ما ضربتش اسرائيل
ليه القاعده ما ضربتش اسرائيل؟ وما عملوش عمليات ضدها برغم انه يرفعوا لان هذه الطيارات تم دعمها من اجهزه وغيره. الاسرائيليين ربما يكونوا زي اي دوله في العالم لازم يتعرضوا لضغوط ويكون في حراك حقيقي. وانا قلت انه الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه مصر طول الوقت بتدعم وحده الشعب الفلسطيني. طب هل اليوم العالمي ما يبقاش ده فيه غزه والضفه، بص انا لازم تبقى بكلمك فيه بقى الدوله من قلبي. الفلسطينيه. هل النهارده لما نقعد نتكلم ونقول اليوم العالمي اللي تبنته الامم المتحده ونقول مش عارف جامعه الدول العربيه طلع النهارده خطاب من الامين العام المحترم طبعا احمد ابو الغيط، هل كل ده ممكن يهز الدنيا تاني او يحرك هو الميه ده برضه واحنا شايفين اعتداءات على غزه بقى لها كام يوم او اعتداءات على فلسطين؟ اهميته المعنويه انه هذه القضيه لا تموت، وانه قضيه الشعب الفلسطيني لا يمكن ان تنتهي. هي دي رساله في قلب الفلسطينيين طبعا، والفلسطينيين بتراثهم بفنونهم الشعبيه باغانيهم بكل حاجه. والانتفاضه احنا فاكرين دكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه كان ليه كتابات طبعاً مهمه طبعاً. في الانتفاضه، كان يقول انه الانتفاضه الفلسطينيه دي فلسطين تلد الجند والشهداء والاغاني، لانه حتى الاغنيه والحجر نفسه والمظاهرات اسرائيل بتكرهها. وحركه مدنيه حقيقيه، لانه في تشبيه الحركه العنصريه في جنوب افريقيا قبل انهائها وقبل خروج مانديلا، بين لانه في تعامل بعنصريه، وفي انه مواطن درجه ثانيه وغيره. بعض الناس يمكن بيركزوا اكتر في فكره انه اسرائيل لديها اطماع، والحقيقه انه لديها مشروعات توسعيه، لانه هو دوله استيطانيه، معنى انه يجب ان توقف. يعني حضرتك اشرت لدول عربيه عقدت مفاوضات او اتفاقيات، ربما يكون هذا الامر داعم لفكره توقف المستوطنات. يجب ان تكون المساعي العربيه وقف الاستيطان، البدء في الحديث على هل تفتكر ان ممكن نلاقي الايام الجايه تغير؟ يعني ممكن نلاقي زي ما سيادتك بتقول موضوع انك بتدعو هذه الدول العربيه ان هي تتبنى موضوع وقف الاستيطان في مقابل ان نستمر في موضوع السلام او يكون هناك تطبيع مع اسرائيل او احنا فاكرين كويس انه في مؤتمر بيروت وفيه المبادره العربيه اللي كانت موجوده، يعني كانت واضحه جدا انه الدول العربيه بالمناسبه، يعني اللي بيحصل دلوقتي في جزء منه لو احنا فاكرين المبادره العربيه في مؤتمر بيروت كانت تعلن ان استعداد الدول العربيه لعقد اتفاقيات سلام واضحه بناء على انه اقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه وحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق اللاجئين. اسرائيل لم تعلق على هذا الامر برغم ان الولايات المتحده وقتها ودول اوروبا وغيره. فاحنا حضرتك بتقول اولا لازم وحده الفلسطينيين، استعاده وحده الفلسطينيين. مفيش حاجه اسمها غزه والضفه، في حاجه اسمها الدوله الفلسطينيه او منظمه التحرير الفلسطينيه. انت رافض هذا الموضوع؟ لا طبعا، وحده الفلسطينيين. طول عمرنا بنقول انه الاستعمار بيعمل باستراتيجيه فرق تسد، ومع ذلك هو يفرقنا فنتفرق فيسود، لانه لا يمكن انت هتكون موحد وعدوك مش يخاف منك. في جنوب افريقيا انا ضربت بيها مثل تحت ضغط عالمي ومقاطعات وعقوبات اقتصاديه. في الحقيقه يعني خلينا نعترف انه في تيارات كثيره في اوروبا والولايات المتحده داعمه للحق الفلسطيني. قضيه فلسطين قضيه عالميه، وقضيه تهم اي شخص يهتم بالقضايا الانسانيه والسياسيه على مستوى العالم. وفي دول في اليسار واليمين وغيره، يمكن في وقت من الاوقات بعض الناس تخيلوا انه نهايه الحرب البارده وانفراد الولايات المتحده، والولايات المتحده داعمه لاسرائيل، لكن لا احد يستطيع ان ينكر. لكن حضرتك بتقول لي الامم المتحده والجامعه العربيه ان هذه القضيه حيه، هذه القضيه بقى لها عشرات السنين وما زالت قويه وساخنه، وانه فقط الدول العربيه تتجه الى السلام مقابل الارض، مش السلام مقابل السلام. لانه اسرائيل في وقت من الاوقات كانت تقول السلام مقابل السلام، مفيش حاجه اسمها السلام مقابل السلام، في حاجه السلام الارض مقابل السلام. الارض الفلسطينيه اللي تم الاعتداء عليها حدود 67 تنفيذ الاتفاقيات غزه اريحه، ده احنا غزه اريحه ده تنفذ جزء منه، بند منه او بندين، باقي البنود لم يتم تنفيذها. اسرائيل اذا عاوزه تعيش في سلام واذا كانت صادقه فيما يتعلق بهذا الامر عليها ان تقدم الارض اللي بتعتاد عليها، توقف الاستيطان، تبدا تبني مستقبلها، تحدد خريطه واضحه. اسرائيل ليس لها خريطه واضحه حتى الان، ودي مشكله دائما تذكر بانه لديها مشروعات توسعيه من النهر الى البحر، واللعب في السياسات والتدخلات وغيره. يعني لا يوجد نيه صافيه تجاه هذا الامر، وبالتالي فاذا الدول العربيه الداعمه، يعني هرجع لدور مصر اللي بدانا بيه. مصر موقفها واضح جدا من القضيه الفلسطينيه، وحده الفلسطينيين، وسعت كثيرا للمصالحه بين حماس وفتح،
وبين انه ما يبقاش فيه غزه والضفه، يبقى فيه فلسطين، يبقى فيه وفد فلسطيني واحد. ولو احنا فاكرين الانتفاضه الاولى كانت هناك منظمه التحرير الفلسطينيه، المتحدث الرسمي والوحيد، الممثل الشرعي والرسمي والوحيد للشعب الفلسطيني. احنا مع ده ومع وحده فلسطين، ومصر بتدعم ده، وقدمت طول عمرها في حروبها وفي غيره دعم غير محدود للقضيه الفلسطينيه، ولم يكن لها اي اطماع غير انه تكون فلسطين موحده وتقوم فلسطين، ونامل انه السنوات القادمه تشهد اقامه الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس. واجمل حاجه حضرتك قلتها النهارده وحده الفلسطينيين، ده اللي اكد عليه لا بديل. ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع، قال لا بديل عن وحده الفلسطينيين. اولا بشكر حضرتك لوجودك معنا، ان شاء الله يكون لنا لقاء قادم يبقى في سجال برضه في هذا الموضوع، بس في النهايه نفسنا المشاهد يفهم ايه اللي بيحصل وبنوصل لفين، وايه اللي مخلي الامور ملعبكه زي ما بنقول او متداخله في بعضها. اكبر قضيه معقده بالظبط، هي معقده زي ما حضرتك قلت. هيكون لنا لقاء اخر. بشكرك شكرا جزيلا. خلونا نروح مع بعض لفاصل، وبعد الفاصل والتقرير اسمحوا لي ان انا استقبل الاستاذ دكتور مأمون علي جبر رئيس قسم القانون العام والتشريعات الاقتصاديه بجامعه الازهر. اتكلم معنا على موضوع الاستبداد الفكري. في كتب بتتكلم عن ان هناك تطرف فكري او استبدادي في بعض المجتمعات، ده ممكن بيؤدي الى انهيار هذه المجتمعات اذا ما تغلغل هذا الفكر في مؤسساتها. خلونا نناقش هذا الموضوع بعد الفاصل مع الدكتور مأمون علي جبر. بنشكر مره ثانيه ضيفنا الكريم كاتب صحفي الاستاذ اكرم القصاص. شكرا يا استاذ. شكرا. يلا.